ناس كتير بتشتكي من صعوبة الماكس وشايفة انه برنامج صعب ومعقد لانها حاسة انها بتبذل مجهود كبير وهي شغالة على البرنامج، وعشان كده عملت الفيديو ده. في فيديو النهارده هنحل المشكلة دي واقول لكم على 5 حاجات تخلي شغلك اسرع على الماكس. فرقت معايا شخصيا في شغلي، حاجات بسيطة لو عرفتها مشاكلك في الماكس هتتحل وهتعرف تتعامل مع برنامج 3 دي ماكس بسهولة وسلاسة. رقم 1، كل سنتين 3 حدث اصدار الماكس عشان تستفاد من الفيتشرز الجديدة. ولو انت مكرك بلجنز وسكريبتات كتير قوي وخايف تحدث عشان مش هتشتغل في اصدار الماكس الجديد، خلي عندك اصدارين من الماكس، واحد قديم تحط فيه اللي انت عايزه وواحد جديد تستفيد من مميزاته حتى لما حد يبعت لك ملف ماكس حديث يشتغل معاك. انا مثلا عامل نسختين، واحد نسخة 2019 والتاني نسخة 2022، ومخلي نسخة ال 22 الديفولت، يعني لو دوست دبل كليك على اي مشروع هيفتح نسخة الماكس 2022. ولو عايز افتح نسخة 2019 بدوس رايت كليك واقول له اوبن ماكس 2019. ده نظام انا عامله عشان ابدل في النسخ بسهولة. طيب ازاي عملت كده؟ هدوس على ويندوز واكتب ران او اختصار ويندوز ار وتكتب ريجيتد، ومن كمبيوتر اتش كي كلاسز روت 3 دي ماكس شيل اوبن كوماند. تقدر تنسخ الباص ده عشان توصل له بسهولة بعد كده، وتدوس على الديفولت دبل كليك. كل اللي هتعمله انك تكتب اصدار الماكس بتاعك بس هنا وما تغيرش في اي حاجة تانية. كده لو رحت دوست دبل كليك على اي مشروع هيفتح الاصدار اللي حطيته هنا. انسخها كوبي وهقول لكم ليه كمان شوية. طيب بالنسبة للاصدار التاني انا ضفته ازاي؟ بروح عند شيل رايت كليك نيو كي واسميه اوبن ماكس 2019 وادوس رايت كليك عليها، برضو نيو كي واسميه كوماند، وادخل عند الديفولت اللي جوه الكوماند واعمل بيست للباس اللي نسخته من شويه، والمره دي احط في الباس اصدار الماكس 2019. اوكي كده لو دوست رايت كليك على اي مشروع هيظهر معاك الاصدارين وتبدل ما بينهم بكل سهوله. رقم 2، اهم حاجه في شغل ال 3 دي ديزاين انه يكون عندنا مكتبه خامات و 3 دي موديلز بجوده عاليه وبتتحدث كل فتره، والموضوع ده بيحول سرعه انجازك في الشغل 180 درجه. طيب في البدايه كده احب اعرفكم على اهم بلجن انا بستخدمه في الماكس وهو البروجكت مانجر. انا هنا حاطط كل المكتبه بتاعتي في مكان واحد، الموديلز والماتيريالز والتكتشرز واضاءات الاي اس، انا اللي مرتبهم بالشكل ده، واي موديل جديد بضيفه هنا. اقدر استخدم اي موديل جاست دراج اند دروب، بسحبه بالشكل ده هتلاقيه اتضاف في المشروع وبخاماته كمان. طبعا انا مرتب المكتبه بتاعتي بشكل معين عشان اوصل للنتيجه دي. مهم جدا نكون مرتبين المكتبه بشكل صحيح عشان ترتاح بعد كده، لان عدم النظام في الموضوع ده بالذات بيقلب لكابوس وانت شغال على اي مشروع تحت ضغط. خلينا ندخل على المكتبه بتاعتي واوريكم شكل الترتيب بتاعي عامل ازاي. دي مكتبه الانتريور ودي مكتبه الاكستيريور ودي خاماتهم كلها. انا حاطط كل الخامات في مكان واحد ورابطها مع الماكس واعمل لها شورت كات على الديسكتوب، اي موديل جديد بضيف خاماته فيها. طيب ندخل على المكتبه الانتريور، السراير مثلا. شوفوا هنا انا حاطط ملف الموديل وجنبيه صورته وبنفس الاسم، لان بلجن البروجكت مانجر بيقرا المكتبه بالشكل ده. طيب ايه الماب دي؟ ما انا حاطط الخامات على الديسكتوب خلاص. هقول لكم احيانا بيحصل مشاكل بسبب الطريقه دي، زي خامتين مختلفين بنفس الاسم. دور بقى على الخامة في كل دول، وعشان كده حطيت خامات السراير هنا مرة تانية ومرقمهم حسب رقم الموديل عشان اوصل لها بسهولة. طب سؤال تاني، ليه ما حطيتش الخامات اللي تخص السراير كلها هنا؟ ده حتى الموديل يفتح بالخامات على طول من غير ما اعرف البرنامج على مكان الخامات، وده لان الدنيا هتتلخبط وعن تجربة، عشان كده حطيت الخامات في مكان تاني. اوكي في برنامج الماكس بقى انا رابط الخامات عليه ازاي؟ بروح عند كاستمايز كونفيجر بروجكت باسز اكسترنال فايلز واقول له اد، واروح للماب اللي على الديسكتوب. طبعا في فايلات كتير عشان كده هتدوس على اد سب باسز عشان يضيفهم كلهم بس، واقول له يوز باس، هتلاقيهم اتضافوا هنا. واي موديل جديد بحط خاماته هنا على الماب اللي على الديسكتوب وهو هيتعرف على طول في الماكس. طيب في طريقه تانية بعرف بيها الخامات في الماكس، في سكريبت اسمه ريلينك بيت ماب، بحط له باس المكتبه كلها واقول له ريلينك. بس اللي مضايقني منه ان كل مره بفتح البرنامج لازم اعمل ريلينك، فانا شغال بالطريقه الاولى. والبلجن مش بس للموديلز وكمان بتحط فيه خامات.
اي خامه جديده عندك قول له سيف ماتيريال وهيحفظها وتبقى عندك على طول. عايز اقول لكم اني من ساعه ما استخدمت البلجن ده وانا بقيت اسرع بكتير في الشغل. بقى عندي مكتبه محترمه بحدثها كل فتره وبدخلها في المشروع بسرعه. انا بس بتعب مره واحده في اني ارتب المكتبه وبرتاح بعد كده في الشغل، والاضافه فيه سهله مش هتاخد 3 دقايق. رقم 3، سرعه البرنامج بتفرق معانا واحنا شغالين، ولو في تقل بسيط هتتضايق وانت شغال. الحاجات الشائعه في تقل الماكس وهو حجم ملف المشروع كبير بسبب طريقه شغلك وانت مش واخد بالك، عمال تحط في موديلز تقيله وكبيره وتكررها، فجاه تلاقي الحركه في المشهد بطيئه والمشروع تقل والرندر بيطول جدا. في قاعده في كل برامج ال 3 دي لازم تعرفها، كل ما عدد البوليجونز كتر الملف اصبح اكبر واتقل، وكل ما استهلكت رامات اكتر وبالتالي وقت الرندر هيطول. طيب دوس رقم 7 وخليك متابع عدد البوليجونز في المشروع، وخليني اعرفك الاسباب اللي مخليه المشروع تقيل. حاول تستخدم موديلز لو بولي هاي كواليتي، ولو مضطر تحط موديلز تقيله لان ده اللي موجود عندك، في الحاله دي احولها الى بروكسي. لو شغال على الفيري بتحول الموديل الى اديتابل بولي وتعمل له اتاتش مع بعض. رايت كليك عليه وتقول له فيري مش اكسبورت، واختار مكان حفظ البروكسي. بعد كده اوكي. ولو عايز تستدعيه في مشروع تاني باجي هنا واختار فيري وادوس على فيري بروكسي واحدد في اي مكان في المشروع، واروح اجيب البروكسي اللي حفظته هتلاقيه اتضاف عندك في المشروع. بصوا الفرق في عدد البوليجون، هو شكله غريب في الفيو بورد لكن في الرندر النهائي هيظهر بشكل طبيعي. ولو شغال على كورونا بروح هنا واختار كورونا وادوس على سي بروكسي واقول له بيك فروم سين واحفظ مكان البروكسي. سيف، هتلاقيه اتحول الى بروكسي على شكل بوكس بالشكل ده. ممكن اغير شكله البوينت او اقول له فول مش عشان يظهر الموديل بشكل كامل، بس خلينا على واير بوكس. وبكده تكون قللت عدد البوليجونز في المشروع والرامات ارتاحت والحركه في الفيو بورت سريعه والرندر كمان هيكون اسرع. ده بالنسبه لتحويل الموديلز الى بروكسي. تاني حاجه بخصوص مساحه ملف المشروع اللي عماله تكبر، لما تيجي تنسخ الموديلز استخدم الانستنس بدل الكوبي. لما بتعمل نسخ للموديل وتختار كوبي مساحه المشروع بتكبر، لكن لو اخترت انستنس المساحه بتفضل زي ما هي، وده ملوش علاقه بعدد البوليجون لانه هيزيد. انا بتكلم عن مساحه ملف المشروع. رقم 4، هذكر اهم اختصارات الماكس المميزه اللي دايما بستخدمها واللي فرقت في سرعه انجازي وانا شغال. اول اختصار، بدل ما اروح للموديفاير وادور على امر معين انا عايز استخدمه، بدوس اكس واستدعي اي امر انا عايزه. بند FFD ميلت اديتابل بولي مثلا. طبعا ده بتعمله لما بتوصل لمرحله انك حافظ الاوامر المهمه اللي موجوده داخل الموديفايرز. وعلى فكره مش بس الموديفايرز، ممكن تجيب اي امر من الشيبس واللايتس والكاميرات والهيلبرز والسبيس وارب والسيستم. اختصار مفيد جدا. الاختصار التاني Alt X، ده بيشف الموديل او بيعمل له سي ثرو عشان تشوف جواه ايه او ايه اللي وراه. انا ما اقدرش استغني عن الامر ده وانا شغال في الموديلنج. الاختصار الثالث Shift Z، ده بيعمل اندو للكاميرا، يعني انا حبيت اللقطه دي وبالغلط اتحركت، لو دوست على Shift Z هيرجعني للقطه اللي قبلها. الاختصار ده انقذني كتير في شغلي بصراحه. في عندنا اختصارات للموديفاير الاديتابل بولي. لو دوست 1 هيجيب لي الفيرتكس، 2 الايدج، 3 البوردر، 4 البوليجون، 5 الاليمنت. بصوا هنا بدل ما اروح للفيرتكس ادوس على 1 يدخلني على الفيرتكس وادوس تاني يقفلها. في اختصار بتاع الآلة الحاسبة اللي ذكرتها الدرس اللي فات، الفيديو هيظهر في الاي اللي فوق دلوقتي. انا بروح لاي قايمه وادوس على كنترول ان واعمل اي حسبه هنا بدل ما اروح افتح الآلة الحاسبة. وفي اختصارات تانية اكيد كلنا عارفينها زي الكيو والدبليو والاي والار، ده لو عايز اعمل سيلكت او موف او روتيشن او سكيل اقدر ابدل ما بينهم بسهوله. واختصار الاف 4 اللي بيظهر الايدج، والاف 3 بتاع الواير فريم. وفي اختصارات تانية معروفة بس انا حبيت اذكر اهم الاختصارات المميزة واللي قليل حد بيتكلم عنها. رقم 5،
لازم تكون متابع للحاجات الجديدة عشان ما تروحش عليك. وعن 3 دي ماكس اتحدث، انا كل فترة بتفرج على 3 دي ماكس نيو فيتشرز لاخر اصدار ومتابع الجديد في الماكس. يعني مثلا مؤخرا كنت بعمل انيميشن تفصيلي على الماكس بمحرك كورونا، لا دلوقتي نزل دي 5 ريندر والكيوس فانتج، بتاخد مشروعك وبتعرضه ريال تايم زي الانريل انجن كده، وتعمل ريندر وانيميشن احترافي من غير ما ياخد وقت طويل. والفيديو الجاي هتكلم عنهم بالتفصيل. حاجات جديدة بتنزل تخلي شغلك اسرع واسهل، فكونك متابع الجديد ده يزود سرعتك وادائك ويميزك عن اي حد تاني. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واستنوني الفيديو جاي عشان هيكون درس دسم وقوي جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.